سلام، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. القضيه اليوم قضيه مصريه وبالضبط في واحد القريه في محافظه الدقهليه. غنبداو القضيه اليوم مع واحد البنت اللي الاسم ديالها عبير من عائله على قد الحال، زوينه متدينه، ولكن للاسف والديها عمرهم دخلوها المدرسه. عائلتها معروفين في هذه القريه على انهم ناس دراوش الله يعمرها دار، داخلين سوق راسهم، وعائله محافظه وكلهم شادين تقارهم. وبما ان الاب كان معروف بالاخلاق ديالو، كانوا كيقولوا الناس باللي غادي يكون مربي بنته احسن تربيه. بالاضافه لهذا الشيء كانوا بناته زوينين، وخصوصا عبير كانت زوينه وعاطيه للعين. كانوا كيجيوها الخطاب من داخل القريه ومن خارج القريه، حتى ملي كانت مازال في العمر ديالها 14 عام. وكان الاب ديالها ديما كيرجعهم بحجه ان البنت باقا صغيره. وخاف هذه المنطقه هذه كانوا كيزوجوا البنات ديالهم وهما مازالين صغار، بحكم انهم ما كيقراو ما حتى شي حاجه. غير كتوصل البنت ل 12 13 عام كيتقدم ليها شي عريس اللي في نظرهم مناسب، كيزوجوها ليه ويصيفطوها لدار رجلها. وهما كيفكروا باللي احسن اختيار واحسن حاجه بالنسبه للبنات هي دار رجلها. للاسف حتى الولاد في هذه القريه كانوا حتى هما كيزوجوهم صغار وباقي ما وصلينش للسن القانوني. تخيلوا معايا ولد في عمر ديالو 17 عام يلاه كيحل عينيه في الدنيا، باقي ما مكون راسو، ما مكمل قرايته، ما عارف مسؤوليه الزواج، كيزوجوه البنت اللي في العمر ديالها 12 ولا 13 سنه. عاود يخليوهم يقراو ويكونوا راسهم ويعرفوا بزوجهم شنو هو الزواج وشنو هي المسؤوليه ديالو. المهم الاب ديال عبير كان واعي وما كانش كيفكر في حال هاد الناس، واخا ساكن في نفس المنطقه كان كيفكر في بناته. زياده على هاد الشيء، الزواج دون سن الرشد ما كيتكتبش رسمي، وكيبقى غير زواج عرفي او زواج الفاتحه. وهذا الشيء اللي الاب ديال عبير ما كانش قابلو على بناته. وملي عبير وصلت ل 18 سنه تقدم ليها واحد الشاب من نفس القريه ديالها، والاب ديالها وافق عليه. هاد الشاب كان كيعرفوا الاب ديال عبير، ولكن غير معرفه سطحيه، بان ليه ولد الناس مأصل وما شاف فيه ما يتعب. وملي سول عليه كلشي كيشكرو كيهضر عليه زوين، صافي هو يعطيها عبير مسكينه ما قداتها فرحه، لان الحلم ديالها ملي كانت صغيره هو تزوج وتكون اسره ديالها، ما كانش كتحلم بشي حاجه اخرى. وحتى المحيط ديالها زاد في هذا الشيء، كتشوف البنات ما كيديروا حتى شي حاجه من غير الزواج. واللي زاد فرحها اكثر على هذا الزواج هو ان البنات المنطقه ديالها كانوا كيتزوجوا صغار، وهي كتشوف راسها بحال الا تعطلات على الزواج. صحاباتها كاملين تزوجوا شحال هادي، وشحال منهم كانوا في العمر ديالها وولدوا وليداتهم. المهم باباها ما قصرش معاها وصرف عليها كاع الفلوس اللي كان مخبيهم لدوير الزمان باش يجيب لها الزهاج ديالها ويدير لها فرح يليق بها قدام الناس. وهذا الشيء اللي كان. عبير وجدات، لبسات، نشطات، فرحات، ومشات باش تسكن مع دار رجلها. سكنات عبير مع الزوج ديالها والام ديالو واختو، شافت معاهم العذاب، عيشوها في الجحيم ودوزوا عليها الصراط. راجل عبير كان ولد مو بكل ما تحمل الكلمه من معنى، اللي قالتها مو هي اللي كاينه. وانتم كتعرفوا ملي كيكون راجل بودينا كلمه مو ما خصهاش تطيح للارض، تكون صحيحه ولا غلطه، المهم خاصها تكون. والرضا ديال الوالدين ما كيكونش على حساب التعذيب ديال بنات الناس. المهم السيد كان كيترعد من امه، وملي تزوج عبير وجابها وسكنها معاهم قالت ليه امه النهار الاول يموت المش خاصنا نربيوها وما نتصروهاش باش ما تطلعش لينا فوق راسنا. واللي قلناها ليها ما تقول غير امر ما تسمع نعم سيدي. المهم السيادي رجعوا عبير في حال شي خدامه ديالهم، حطوا عليها الشغل ديال الدار كامل وزايدينها بالسبان والمعيار وحتى ضريب المعاني. عبير مسكينه منها كل شيء، كتخمل كطيب، هزه الدار بوحدها، وغير يطلع الصباح كتجي العجوزه تقول لها عاودي تخمل كامل، واخا تكون الدنيا كتشقشق بالنقاوه. حتى الماكله اللي كانت كطيبها عبير كانت ديما كتعيب عليها وكتضربها وكتقول لها ضيعتي لي التقضيه، ضيعتي لي المقادير، وزيد. وفي الصباح بكري خاصها كي تفيق تلقاها موجده ليها الطبله ديال الفطور وحاطه ليها كل شيء في الطبله. ويلا مشات حتى شي نهار لقاتها كتضحك مع ولدها، اولا لقات ولدها كيضحك مع مراته كدوز عليهم داك النهار كحل. اما بالنسبه اختو كانت ما كتحملش عبير وكانت كتغير منها، حيت كانت كبر من عبير في السن ومازال ما مزوجاش، والسم ديالها كامل كانت كتخرجوا في عبير. على العموم هي كوبي كولي ديال امها، وراهم كيقولوها قلب البرمه على فمها تشبه البنت فمها. المهم هاد اختو كانت ما مقصراش من جهدها النهار كامل، وهي كتهين كتعاير في عبير، كيتحماو بجوج عليها وكيبقاو يضربوها. واحد النهار عبير قالت لراجلها ملي تكون راجع من الخدمه جيب ليا معاك فولار كحل، وبما انها ما كانتش كتخرج ومانعينها من الخروج اي حاجه بغاتها خاصها تطلبها منه هو يجيبها ليها. المهم داز النهار في العشيه شرى ليها الفولار اللي خاصها ورجع للدار وهو هازو في يديه. شافته ماما ومشات عنده خداتو من عنده،
هو يقول لها هذا الفولار راه ما جبتوش ليك، راني جبتو لعابير وخصاتني عليه. هذاك هو النهار ديال الفقصه ديالها، حسات بالاهانه ملي ولدها جاوبها هكا. كيفاش يقول لي هذا الفولار ماشي ديالك؟ ما تسرطاتش ليها، واخا ماشي شي حاجه كيبقى غير فولار، ولكن راه اكيد هي ما همهاش داك الفولار بقدر اللي همها ما تشوفش داك البنت الناس فرحانه ومرتاحه. من بعد خلات ولدها لواحد البيت وسدات عليه وقالت لي هي قلت لك ما تدسرهاش وما تحلش ليها العينين. وفي عوض اللي تبع حضرتي كدير ليها اللي بغات، قالت لك جيب ليها فولار في الصباح حضرتيه لها في العشيه، وبقات عليه بداك الهضره المسمومه. هي ما ناقصها والو، البلاكار ديالها غادي ترتق بالحوايج، وحتى الا خصاتها شي حاجه راني انا اللي غادي نقولها ليك ماشي هي، هذه راه الدساره. وزيد وزادت قالت ليه انا عارفه منين جايبه هاد الدساره كامله، ما هو اختها هما اللي مقرينها غير ماشيين ماجيين عليها، انا غادي نعرف شغلي معاهم ومن اليوم ما يبقاو يجيو عندها. ايوا من بعد هادشي مشى راجل عبير عند عبير وقال لها هادشي بالحرف، ولكن عبير ما تقبلاتش هادشي، ما تقبلاتش يحبسوا عليها والديها، وقالت ليه الا والديا انا اصلا محرومه من الخروج، مانعيني نخرج برا، مانعيني نمشي عند عائلتي، وبغيتو تمنعوا حتى عائلتي يجيو عندي. سمعاتها العجوزه ودخلات عليهم، بدات كتغوت عليها وكتقول لها هذه داري وانا حره في داري، اللي بغيتو ندخلوا اللي ما بغيتوش ما يجيش عندي، ياك ما بغيتي تحكمي فيا وفي داري. دخلت بنتها حتى هي سمعات لغوات نايض ولحقات عليهم، حتى هي تحاموا على عبير مسكينه بثلاثه بيهم كلها وباش كيضرب، حتى ردوها حالتها حاله وكلها لحمها مزوق. دازت يومين اولا ثلاثه على هاد الشيء، وجات ماما عبير باش تزورها. خرجت عندها عبير للباب وقالت لها سمحي لي يا ماما ما نقدرش ندخلك، راه راجلي مانعني ندخلك للدار. الام ديالها قالت لها صافي يا بنتي انا عاذراك، ولكن اشنو درنا ليه؟ جاوباتو عبير قالت لها ما درتو ليه والو، ولكن راه مو اللي قالت لي هادشي. ماما عبير عينيها تعمروا بالدموع وتما تراجعها في حالها. المهم عبير عيات من هادشي، عيات ما دير الخاطر، عيات ما دير كسر من جهدها باش ترضي حماتها. فهاد المشاكل معاها ومع لوزتها حانيه ليهم الراس، واللي قالوها هي اللي كاينه غير باش تتفادى الشر ديالهم. عبير تقهرات بهاد العيشه ديال الضرب والشتم والحقره وهي مازال صغيره وفي العمر ديالها 18 سنه. في شهور قلال من بعد الزواج ديالها دوزوا عليها الجحيم، والنهار ولا كيدوز عليها بعام. من بعد قررت باش تجمع حوايجها وباش تمشي للدار ديال والديها. الغد ليه تبعها راجلها وبقى كيطلبها باش ترجع معاه، قال لها بلي كلشي غادي يولي مزيان، هما كاملين راه ندموا على داكشي اللي كيديروا معاك، ما بقى حتى شي واحد غادي يقيسك، حتى شي واحد ما غادي يطيح منك. وقال لها بلي هو كيبغيها ما يقدرش يفارقها، وغادي يحسن المعامله ديالو معاها وكيحاول باش يقنعها، ولكن عبير ما تيقاتوش ورفضات ترجع معاه، وحتى الوالدين ديالها كانوا رافضين. ولكن من بعد ملي عرفوها حامله غيروا الراي ديالهم وبداو كيحاولوا يصلحوا بيناتهم ويقنعوها باش ترجع. قالوا ليها ما عندك ما ديري دابا، انت ما بقيتيش بوحدك، خاصك تفكري في الوليد اللي غيتزاد، خاصو يكبر حدا باه، وخاصك تصبري على قبله. عبير قالت لهم غادي نعطيه فرصه واحده، وكلها امل على ان هضرته تكون صحيحه. رجعت مع عبير ورجعت للتهلكه برجليها. للاسف لقات بلي حتى شي حاجه ما تبدلات، واخا كانت حامله ما هناوهاش وما قالوهاش عليهم، الحال هو الحال. بقاو كيضربوها كاملين وبقى الوضع هكا حتى دازو شي ايام وطاح ليها البيبي. صدمات مسكينه عبير صدمه كبيره، ودازت من فتره صعيبه بزاف وكانت فيها بوحدها، حتى شي واحد ما معاها، حتى شي واحد ما كيواسيها، سادين عليها في الدار وما مخلين لا عائلتها يشوفوها ولا هي تمشي عند عائلتها. ومن نهارها ملي رجعت من السبيطار زيدوها للشقه. عبير تقهرات وجمعات حوايجها مره اخرى وقالت غادي ترجع لدارهم، وغادي تكون هذه هي المره الاخرى وما عمرها تعاود تسامح ليه ولا ترجع معاه واخا شنو ما يدير على قبلها. المهم شافها راجلها وقال لها اشنو كديري؟ قالت ليه راني تقهرت ما بقيتش قادره نصبر، غادي نمشي لدار والديا. لاح ليها حوايجها في الارض وقال لها كيفاش انت فيما ترشق لي كتجمعي حوايجك وتمشي لداركم، ما عندك اللي يحكم فيك؟ وبدا كيضربها. سمعات ام اختو جاو حتى هما، العوض اللي فكوها منه زادوا عليه حتى هما وتحموا عليها كاملين وبقاو كيضربوها. تحماو كاملين وشبعوها عصا وهما كيضربوا فيها. جا خوهم الصغير لقى اختو هزه في يديها واحد الحبل ودارته على العنق ديال عبير وشدات من جهه وامها شداتو من الجهه الاخرى، كل وحده فيهم كتجر للجهه ديالها بالجهد كامل وشنقوها، وفي نفس الوقت كان حتى راجلها كيضرب فيها. ماتت عبير من بين يديهم. خو راجلها بقى كيغوت وكيقول لهم علاش كديروا فيها هادشي؟
ردات عليه مو قالت ليه حيت كتجاوب معايا وانا كنعاود ليها التربيه باش عمرها تحل فمها. بقى كيغوت ليها كيفاش كتربيها راكي قتلتيها، راه البنت ماتت، راكم قتلتوها. وهي تقول ليه اسكت بركه من الهضره، راه غير سخفانه شويه وغادي تفيق. وكتقول لبنتها عبرنا عليها خليها دابا تربى باش عمرها تهز فينا الشوفه. وقالت لولدها راجل عبير سير جيب ليها شويه ديال الماء وفيقها. وداك الشيء اللي كان مشى للكوزينه جاب الماء وبدا كيرشو عليها وكيفيقها، ولا كان عبير والو، بدا كيحرك فيها والو. عرفوا باللي البنت ماتت، تخلعوا وبداو كيخطوا شنو اللي غادي يديروا من بعد ما صفاوها ليها. ناضت حماتها عيطات لماماها في التليفون وقالت لها باللي البنت راه كانت ناعسه وجاتها ازمه قلبيه وماتت. وزادت من فوق هادشي كامل قالت لها ملي عارفه بنتك مريضه في صحتها علاش مزوجاها. ماما تعابير مسكينه صدمات ما فهمات والو ما تيقاتش، ومشات كتجري من الدار ديالها للدار عندهم هي وبناتها. ملي وصلات دقات في الباب حلوا عليها، قالت لهم خليوني ندخل نشوف بنتي. وما يقولوا لها ما عندك فين تدخلي، حنا رحنا تكلفنا بكل شيء، البنت راه غسلناها وكفلناها ورحنا غادي ندفنوها، اما انتي ما عندك ما ديري هنايا. بقات كتبكي وكتغوت وكتطلب فيهم خليوني ندخل وهما رافضين. حتى تجمعوا عليهم الجيران كاملين بداو كيسولوا اشنو واقع اش هاد الغوات كامل. قالت لهم راه بنتي ماتت وما خلاونيش ندخل لا نشوفها ولا نغسلها ولا نكفنها، وما يدخلوها الجيران بالقوه وبالسيف منهم. ملي دخلت هي والجيران لقاو البنت مسكينه مرميه في الارض، والاثر ديال التعذيب في العنق ديالها وفي كل مكان فيها كانوا باينين، خصوصا في العنق ديالها كانوا الاثار ديال الحبل. ماماها شدات في العكوزه وقالت ليها شنو درتي لبنتي، انتي اللي قتلتيها، نتوما اللي قتلتوا لي بنتي، ما ماتتش بازمه قلبيه. المسكينه بقات غير كتغوت وكتبكي كتقول حسبي الله ونعم الوكيل، انا عطيتكم بنتي ورده وانتم قتلتوها. الجيران ملي شافوا هاد البنت وشافوا الحاله ديالها شكوا باللي البنت مقتوله، فهموا على انهم كاينين في وسط ديال مسرح جريمه. عيطوا بالزربه للبوليس، والبوليس كيف وصلوا اعتقلوا راجل عبير وامو اختو وداو عبير المشرحه باش يشرحوها ويعرفوا سبب الموت ديالها. ومن بعد خرج التقرير ديال الطب الشرعي وقال باللي البنت ماتت نتيجه ديال الاختناق اللي كان السبب ديالو هو داك الحبل اللي لقاو الاثر ديالو في العنق ديالها. بالاضافه لهذا الشيء التقرير قال باللي البنت قبل ما تموت تعرضت للتعذيب بزاف، وكون زادوا غير شويه كانت غادي تموت نتيجه ديال داك التعذيب بلا حتى ما يحتاجوا يخنقوها بالحبل. من بعد ما شافوا البوليس هذا التقرير بداو كيحقوا مع الناس اللي كانوا معاها في الدار في هذه الوقيته واللي هما راجلها وعائلته، وهما كيف ما كتتوقعوا نكروا داكشي كامل وقالوا بلي ما عندهم حتى شي علاقه بداكشي اللي وقع للبنت واللي طرا فيها، وبلي غادي تكون شنقات راسها بوحديتها. واخا البنت كان باين فيها الاثر ديال التعذيب اللي كان كتير، ولكن هما بقاو ناكرين كلشي. وملي حقوا مع خوهم الصغير شهد بداكشي كامل اللي شافوا واعترف على مو اختو وخوه بلي هما اللي قتلوها. قال لهم بلي هو كان خارج وملي دخل الدار لقاهم كاملين مجموعين على البنت. اختو كانت هازه حبل في يديها، لواتو على العنق ديال عبير، امو خدات جهه وهي خدات جهه وبقاو كيجروه، وفي نفس الوقت كان راجله حتى هو كيعنفها وكيضربها. قال لهم انا حاولت نعتقها حاولت نفكها منهم ولكن ما قدرت ندير حتى شي حاجه حيت هما كانوا محاميين عليها بثلاثه. هنا البوليس رجعوا عند ثلاثه قالوا لهم شوفوا راحنا عارفين بلي نتوما اللي صفيتوها للبنت، سواء اعترفتوا او لا نكرتوا راه التهمه ملبسه فيكم وغادي تحاكموا وكاع الدلائل راه ضدكم، ما عندكم كيفاش تفلتوا منها. وهنا غادي يعترفوا بكاع داكشي اللي داروا. قالوا باللي بغيناها غير تسمع لهضرتنا وما كناش قاصدين نقتلوها، جايبين حبل وشانقينها به وكيقولوا باللي ما قصدوش يقتلوها. ايوا فهمت السطه. المهم دازت المحاكمه ديالهم وحكموا عليهم بالاعدام وطبقوه عليهم. للاسف مازال عندنا في المجتمعات العربيه في حال هذا الرجال، ماشي كلشي بطبيعه الحال ولكن راه كاينه فئه من هذا الرجال الله يهديهم، كيمشي يجيب بنت من دارهم عايشه اميره في دارهم، كلشي كيبغيها كلشي كيخاف عليها، وحتى في الزنقه دايرين عليها الهيبه حتى حد ما كيقدر يوصلها. هذيك بنت فلان حتى شي واحد ما كيقدر يوصلها. كتخلي دارهم واحلامها كتجي مع راجلها وكلها امل انها تعيش معاه حياه هانيه وتلقى حياه مهنيه ويأسسوا عائله ويكبروها.
كتلقى داك الراجل اللي كان راسم ليها واحد الصوره بيرفكت عليه، ما عندوش شخصيه، ما كيميش ما بين الصواب وما بين الكذوب، مسموع الودينه، كيدوز عليها الصراط هو وعائلته. بطبيعه الحال انا ما كنهضرش على الرجال كاملين، رسالتي فقط لهاد الفئه اللي الله يهديهم. الا ظلمت امك نصفها بالحق، والا ظلمت اختك نصفها بالحق، والا ظلمت مراتك حتى هي نصفها بالحق، وخليها تحس باللي راها مع راجل اللي كيخاف عليها. والاسرار ديال بيت الزوجيه يبقاو في بيت الزوجيه، ماشي كل شويه الو ماما مراتي دارت، الو ماما مراتي جات عندها خالتها، الو ماما مراتي شرات. حشومه. وحتى البنات ردوا البال، ارضاء الاخرين راه واجب، ولكن ما يوصلش لدرجه ان كرامتك تهان وتوصلي للعنف الجسدي والنفسي وتبقاي كتشوفي. كوني راسك، قراي قرايتك، خدمي بها وقوي بها شخصيتك وديري بها الهيبة على راسك. الزواج سنة وحنا كاملين سواء راجل او امرأة، كلنا خصنا نكونوا عائلة ديالنا، هذه سنة الحياة، ولكن اختاروا الشخص المناسب، حلوا عينيكم مزيان قبل الزواج، اما من وراء الزواج غير سدوهم. البنات الرجال ماشي هما اسطوريات والطوموبيل ولا جوج كلمات من داك لا ليست اللي كيسمعها لكل شيء. الراجل خاصو يكون شخصية، مسؤول ومؤصل واخلاقه عالية وواعي، والوعي ما كيجيش بالقرايه. شحال من واحد قاري حتى شاب وكيضرب ويزكل. وحتى الرجال، المراه ماشي هي داك الصوره وداك لاطاي اللي انت كتشوفها، حتى المراه اللي مربيه واخلاقها عاليه، مراه اللي غادي تكون مدرسه لوليداتك وتطلع لينا امه صالحه. نتمنى رسالتي توصل وما تاخذوهاش بحساسيه. وهذه كانت هي القصه ديال عبير على كل حال كانت شجاعة، وخا عارفة المحيط ديالها، عارفة كيفاش كيفكروا، عارفة النظرة ديالهم على المرأة المطلقة، رفضات تبقى عايشة في هاد الظلم والقهر. ولكن للأسف ما لقاتش العائلة ديالها في جنبها، اللي كانوا كيشوفوا فيها كتعذب، كيشوفوا شنو واقع عليها وبقاو ساكتين حتى ماتت. هذا هو الواقع في بزاف ديال البلدان. كنتمنى هاد الشيء ما يبقاش، لأن في الأخير الضحايا هما حنا، الضحايا هما بزاف البنات بحال عبير. رفقا ببنات الناس، بغي لدك بنت الناس كيف ما كتبغي لبنتك، حيت اي حاجه درتيها فيها راه غادي تحاسبي عليها، او غادي تحاسب عليها في الدنيا قبل من الاخره. دير لبنت الناس فين يجي لبنتك، وربي يمهل ولا يهمل. والله يرحم عبير، والله يصبر الاهل ديالها، والله يجعلها من اهل الجنه يا ربي. خليو لي الاراء ديالكم كاملين، كتهمني الاراء ديالكم، وشكرا على المتابعه. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا الاعجاب واشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد، واذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعه باش يوصلكم اي جديد حطيناه. نتلاقاو في قضيه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلام عليكم.